أهلا متابعين قناة مامي هيرو، ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. بعد طول غياب طبعا وفترة كبيرة، كنا بنذاكر وبنمتحن وبدأنا خلاص اهو معظمنا ياخد الأجازة. احنا بقى خدنا الأجازة الحمد لله، وقررنا ان احنا نغير المود شوية، وسمعنا على قرية حلوة جدا في الطريق الصحراوي، طريق برج العرب، جنب استاد برج العرب على طول. قالوا ان هي حلوة قوي، فقررت اروح يعني اشوف بنفسي اكلاتها ايه وحلوة ولا لا، وانقل لكم الصورة واضحة كاملة. عقبال ما رحنا كان على المغرب كده بالظبط، والوقت ما خدش كتير. احنا ما بين اسكندرية وبرج العرب حاجة بسيطة جدا. دخلنا القرية وزي ما انتم شايفين كده المكان حلو قوي قوي. في نافورة كده ظريفة، وبدأنا طبعا ان احنا نطلب الأكل. دخلنا قعدنا زي في خيمة كده أو بنيقة زي ما بيقولوا عليها. مكان حلو قوي. وجالنا المنيو بتاع الأكل، زي ما انتم شايفين الأكل بتاعهم الحمد لله يعني ما غلاش قوي زي ما كنا متصورين. اللي حابب يطلب ديليفري أو حاجة، القرية بتوفر الموضوع ده قوي. ده شكل المكان أو اللي احنا قعدنا فيه. قعدة عربي جميلة جدا، زي ما انتم شايفين كده الديزاين بتاعها. ومنك على المكان اللي بره، يعني المكان اللي بره هجيبه لكم، بصوا عامل ازاي اهو. قعدة عائلية قوي قوي حلوة جدا. اول حاجة نزل السلطات زي ما انتم شايفين كده بكمية انا ما كنتش متخيلها بصراحة. كرمة قوي 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 الناس دي. وحطينا طلبنا بقى كذا حاجة، ملوخية، عندهم أكل حلو قوي بيتي، وعندهم ممبار، عندهم محاشي حلوة جدا. بصوا بقى الملوخية وطعمها، في حياتي ما اكلتش ملوخية حلوة قوي قوي بالشكل ده. وبيعملوها بطريقة جميلة جدا، يعني انا حتى قررت ان انا اصور لكم يعني بيعملوها ازاي، وما اقولكوش بقى على الريحة، يعني حاجة روعة. لو رحت المكان ده تاني مش هتردد ان انا اطلب الملوخية دي على طول. تمام. كان بقى طلبنا شوية لحوم وفراخ. يعني الاكل كان لطيف قوي، وكان سخن وحلو قوي قوي. لسه طالع حالا، يعني احنا بنطلب مش بايت ولا اللحمة مثلا يعني متفرزة، لا الاكل كله بلدي حلو جدا جدا جدا. اللهم بارك. اكلنا وانبسطنا جدا، اكل حلو قوي قوي. بنقول لكم الصورة بوضوح علشان بصوا جمال الملوخية. الانتركوت طبعا تحفة. الفراخ المشوية كانت رائعة. السلطات حلوة جدا. الشوربات جميلة. الكفتة جميلة جدا. المكرونة البشاميل حلوة قوي قوي قوي، كلها جبن. السلطات كتير. العيش البلدي اللي لسه طالع رهيب. يعني مش عايزه اقول لكم بقى الريحه كده عامله ازاي. اسمها قريه عكنش. بصوا المكان اللي احنا كنا قاعدين فيه، كل عيله طبعا ليها مكان مخصص مستقل عن اي مكان بره، تقعدوا بقى براحتكم. المكان تحفه تحفه، هو مش مكيف ولكن في مراوح. بس ما حسيناش باي حر الصراحه ولا سقعه ولا اي حاجه. هو الجو جميل قوي قوي. بعد كده نزل لنا شاي الزردة والشاي الأخضر. أنا طبعا مش من هواة الشاي قوي، ولكن طعم الشاي خلاني أو أجبرني إن أنا لازم أشرب. يعني مش متخيلين حتى الولاد والله مش كيفين شاي، ولكن طعم الشاي الزردة والشاي الأخضر رهيب رهيب. طعم العرباوي، كأنك بالظبط قاعدة يعني في قرية عربية هايلة. بالليل بقى كمان كملنا بقية السهرة وطلعنا قعدنا بره، وكان في ماتش شغال، كان الأهلي والزمالك. ومكان كمان عايزة أقول لكم فيه أماكن حلوة قوي مخصصة للعب الولاد ومراجيح وزحاليق. يعني
هتنبسطوا جدا، احنا كمان انبسطنا قوي قوي، وبنصحكم بجد قرية جميلة جدا جدا. هسيب لكم عنوانها بالظبط في صندوق الوصف تحت، واتمنى لكم ان شاء الله تبقوا مبسوطين كده زي ما احنا انبسطنا، وان شاء الله اشوفكم على خير، ما تترددوش ان انتوا تروحوها. ان شاء الله اجيلكم فيديو جديد من قناة مامي هيرو. باي باي.